السلام عليكم. اليوم جيتكم بطاجين تونسي بالدجاج على طريقتي. اقعدوا معايا باش تعرفوا كيفاش باش نحضروه. قبل ما نبداو ما تنساوش باش تشجعوني بلايك واشتراك في القناه وتخلوا لي كومنتير مزيان كيفكم. اول حاجه خديت بول باش نخلط فيها كل شيء، وخديت كعبة بطاطا تكون متوسطة الحجم، قصيتها ديكوب وقليتها في الزيت، زدت عليها شوية بصل. وبالنسبة للدجاج انا لهنا خديت صدر متاع الدجاج، غسلته بالطبيعة بالماء والقارص، خليته يتنفخ شوية باش تتنحى الريحة اللي فيه، ومن بعد سمطته في الماء مع شوية ملح وشوية ثوم، وتو باش نقصو، خليته يبرد بالطبيعة باش نجم نشدو، وتو باش نقصو بالمقص جيد كيف ما قاعدين تشوفوا. هنا بعد ما كملت قصيت الدجاج عندي لهنا شوية ملح، فلفل وزيتون. انا هنا اخترت اني نزيدهم باش نزيد نفوح الدجاج، وانتم بالطبيعة اللي متوفر عندكم استعملوه. باش نفوح بشوية ملح، الملح بالطبيعة ما نكثروش اذا تنقل لي انا عملت ملح، شوية فلفل اكحل وشوية فلفل احمر. بالنسبة للفلفل الاحمر راهو زينا ما هوش حار، جست باش يعطي كولور في الطاجين كيف يطيب اكهو. نزيد لهنا شوية معدنوس وبصل مخلط مع بعضه كيف باش نزيدو، ومن بعد باش نخلط. بالطبيعة باش يجي الطاجين عالي وطري وخفيف، دونك ويتكل عالشبع. باش نزيد لهنا مغرفة كبيرة شابلور اللي هو خبز مرحي، والا تنجموا تشريوه حاضر شابلور قطانية. باش نزيد لهنا ساشي من خميرة الحلويات كيف هي اللي باش تخلينا الطاجين ياسر خفيف. تو بعد ما خلطت كل شيء مع بعضه باش نزيد كان العظم. بالنسبة للبيض بطبيعة حسب الخليط اللي انتي استعملته. انا لهنا ركزت 4 بيضات وزدتهم، ما يطلع الخليط ناقص، دونك بعد ليك زدت 4 بيضات اخرين، الكل في الكل استعملت 8 بيضات في الخليط هذايا. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، راهو لا يكون عاقد ولا يكون جاري. انا لهنا باش نزيد شويه فلفل اكحل خاطر حسيته ناقص، وباش نزيد كيف شويه فلفل احمر خاطر الكولور نتاعو جاني فاتح. تو بعد ما خلطت كل شيء باش ناخذ الطبق اللي باش نطيب فيه. خذيت المول هذايا بيغيكس، دهنته بالزبدة بطبيعة باش ما يلصقش الطاجين، وفي ساعة كيف يطيب نجم نخرجه من الطبق. سينو نجمو تدهنوا بشوية زيت والا تخليو بابي كويسون وهكا ما يلصقش. خليت فيه الكمية كلها متاع الخليط ديجا جا قد، والفور يسخن على 180 درجة. باش نكمل نصب الخليط الكل ونطرحه هكايا بالمغرفة باش يجي على كبر الطبق، وندخلها للفور تطيب. والطاجين متاعنا سيحضر. شوفوا ما شاء الله على هيك الكولور اللي من الفوق، وهيك الخفة وهيك البنة وهيك الريحة اللي في الطاجين ما شاء الله. نهاية الفيديو متاعنا، ان شاء الله تكون الغسالة عجبتكم، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم، وباي باي وبسلامة.